السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد، بس النهارده بقى مش روتين. انا النهارده بقى الفيديو دوت جمعت لكم فيه الاكلات كلها اللي انا عملتها الفتره اللي فاتت في رمضان. يعني تاخدي منها فكره كده لو انت محتاره تفطري ايه، وكمان في افكار تنفعك جدا في العزومات لو انت عازمه حد. في افكار جميله جدا هتعجبك. يلا بقى نبدا الفيديو كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول اكله بقى ايه؟ بص بقى، كنت عامله محشي محشي كرنب وكوسه وفلفل، والفراخ بقى محمراها، عملت جنبهم ملوخيه وشوربه لسان عصفور، وكمان عملت جنبها سمبوسه. يعني الاكله دي تنفع للعزومه، حلوه جدا وشامله كل حاجه. ومحاشي بقى وسمبوسه ولسان عصفور ملوخيه، وحاجه جميله جدا تنفعك في اي عزومه. تاني اكله كده معايا كنت عامله سندوتشات كفته. كنت جايبه بقى العيش الابيض ده بتاع السندوتشات من الفرن، وعملت بقى فيه كفته. وعملت بقى جنبها طحينه، وحطيت كمان كيس شيبسي كده ومخلل. واكله سريعه جدا انا عملتها معاكم بالتفصيل في فيديو يعني قبل كده. بس يعني الفيديو ده انا بجمع بس كل الاكلات، بجمع يعني كل الاكلات عشان تاخدي منها افكار يعني وكده، لو انت حابه يعني تاخدي افكار. دي بقى كانت تاني اكله، وعملت بقى جنبها العصاير. وكانت اكله سريعه جدا وجميله في نفس الوقت وطعمها حلو وما خدتش مني وقت خالص. تمام كده بقى. دي تاني اكل. تالت اكله بقى كده معانا اكله بقى محببه للكل طبعا، مكرونه بشاميل. وكمان عملت جنبها شويه سلطه كده، وكمان عملت جنبها بطاطس محشيه باللحمه المفرومه. زي ما انتوا عارفين انا بعمل مكرونه بشاميل لازم اعمل جنبها حاجه، بما اني كده كده معصجه اللحمه، فبعمل جنبها يا اما صينيه جلاش، يا اما سمبوسه بقى باللحمه، يا اما بطاطس محشيه كده باللحمه. بس كده. ودي كانت تالت اكله. وعملت بقى جنبها شويه سلطه كده، طبق سلطه خضرا كده. بس كده بقى. والعصاير بتاعتي برضو ديت انا عملتها لكم بالتفصيل. الاكله دي في فيديو قبل كده، يعني اللي حابب يعني يشوفها يخش بقى على الفيديو ويشوف يعني طريقتها كده من اولها لاخرها، المكرونه بشاميل وكمان البطاطس. الاكله بقى اللي بعد كده دي طبعا ما يختلفش عليها اتنين، كل يعني بيحبها ان كان بقى كبير ولا صغير، طبعا بانيه. وحمرت جنبها بقى مكرونه، وعملت جنبها بقى شويه سلطه. برضو من الاكلات السريعه اللي بتنجز معايا في الوقت. بكون متبله البانيه من الصبح من اول لما بصحى، واسيبه بقى في التتبيله، واجي على ميعاد الفطار اقليه بقى كده بالفيجيتار. والمكرونه برضو بحمرها قبلها كده بساعه كده او ساعه الا ربع، وبيكون خلص معايا الاكل كده على السريع يعني على الفطار بالظبط. وشويه السلطه برضو، طبق السلطه ده مش بياخد اي حاجه، ودي برضو من الاكلات السريعه. الاكله بقى اللي بعد كده، كان اليوم ده كنا معزومين تحت عند حماتي. كانت عازمانا بقى على اكله سمك كده، سمك بقى مشوي، سمك مقلي، وبقى الرز والسلطات بقى، سلطه الطحينه والسلطه الخضراء، وكمان بقى الرز الاصفر والمخللات بقى وكده. كانت اكله طعمها جميل جدا، وكفايه ان احنا كلنا كنا متجمعين مع بعض كده، وكانت اللمه الحلوه اللي انتوا عارفينها بتاعه رمضان ديت. فاليوم دوت بقى كنا تحت عند حماتي، وكانت دي الاكله اللي احنا كلناها تحت. بس كده. دي بقى الاكله اللي كانت بعدها. اليوم بقى اللي بعده عملت ايه؟ عملت كفته رز. كان عندي كفته رز في الفريزر، كنت جايبه طبق كده جاهز كده من الهايبر. طلعته بقى كده وقليته وحمرته، عملت جنبه بقى جبت فرخه وسلقتها، وعملت جنبها رز بالشعريه، وعلى شوربتها عملت شوربه لسان عصفور. ودي كانت اكله برضو من ضمن الاكلات تنفعك كده انت لو محتاره تعملي اكل ايه، يعني نغير يعني الطبيخ والبسله والحاجات ديت. كفتة الرز برضو من الاكلات اللي طعمها حلو جدا وكلنا بنحبها. وحمرت جنبها بقى كده الفرخة، وعملت جنبها شوربة لسان عصفور. بس كده بقى. اخر اكلة معانا النهاردة بقى الحواوشي، وعملت جنبه بقى طحينة، وحطيت بقى جنبه كيسين شيبسي كده، والمخلل بقى اللي انتوا عارفينه بقى مع الحواوشي وسلطة الطحينة. ودي كانت اخر اكلة معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكونوا استفادوا منه، بس يا ريت ما تنسوش اللايك، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.